صوت التكه مش امان، فلما تسمع تقطيع في ركبتك اعرف ان ده جرس انذار. تعال نجيب الموضوع من الاول. ربنا خلق لك جسمك ده كتحفه هندسيه متكامله، وفي قلب النظام ده جوه الركبه تحديدا في بطل صامت اسمه الغضروف الهلالي، عامل زي المخده الصغيره اللي بتمتص الصدمات وبتخلي ركبتك تتحرك بسلاسه. طب ايه اللي هيحصل لو المخده دي اتقطعت وانت طنشت؟ للاسف ناس كتير بتتعرض لاصابه في الغضروف الهلالي، خصوصا الرياضيين الشباب اللي حماسهم بيخليهم يكملوا تمرين او ماتش وهم حاسين بالم بسيط وبيقولوا هتخف لوحدها، او يمكن شد عضلي. بس الحقيقه تجاهل قطع الغضروف الهلالي ده قرار عواقبه كارثيه. لما الغضروف الهلالي بيكون مقطوع وما بيتعالجش بيبدا يسبب الدومينو افكت ده. واحد، الالم هيزيد مش هيختفي، يعني الالم اللي كان بسيط في البدايه هيبقى الم مزمن ومستمر، وخصوصا مع اي حركه او مجهود. رقم 2، الركبه مش هتستقر، هتحس ان ركبتك بتفوت منك او مش ثابته، وممكن تتفاجئ انها بتدي معاك في نص حركه بسيطه كده، وده طبعا ممكن يسبب لك اصابات تانية. 3، تاكل مفصل الركبه بيبقى اسرع. الغضروف الهلالي وظيفته ان هو يمتص الصدمات ويحمي سطح المفصل. لما بيكون مقطوع الغضاريف بتبدا تحتك ببعضها بشكل مباشر، والاحتكاك ده بيسرع بشكل رهيب عمليه خشونه الركبه اللي هي الاوستيو ارثرايتس، وللاسف دي حاجه مزمنه ساعات ما بيبقاش ليها علاج غير تغيير المفصل. رابع حاجه، مشاكل في الاربطه والاوتار. عشان الركبه تحاول تعوض دور الغضروف الهلالي في امتصاص الصدمات، الاوتار والاربطه اللي حوالين الركبه بتحاول تشتغل بجهد اكبر، وده بيخليها معرضه للاصابات والالتهابات مع اقل مجهود. بالنسبه للرياضيين الشباب بالذات، اهمال اصابه زي دي ممكن ينهي مستقبلك كرياضي. ادائك هيتاثر بشكل كبير، وممكن تضطر توقف الرياضه اللي انت بتحبها بسبب الالم والمضاعفات. فلو حسيت بالم في ركبتك بعد اي حركه مفاجاه، او سمعت صوت طقطقه، او حسيت بعظم بيتحرك، ما تطنش ابدا. صحتك اهم من اي ماتش ومن اي تمرين، ودمت دايما في حركه وصحه.